بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كل ابتلاء عذاب، ولا كل ابتلاء هو نقمة من الله ولا عقاب من الله سبحانه وتعالى. الابتلاء أحيانا كثيرة بيكون للمؤمنين اصطفاء ورفع في الدرجات ورفع في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. انت عارف مين أشد الناس ابتلاء؟ مش المجرمين ولا الفاسقين ولا الكفار ولا المشركين. أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه شدة وقوة وصلابة زيد له في البلاء. ولا يزال البلاء بالإنسان أو بالمؤمن حتى لا يبقى عليه ذنب ولا إثم ولا سيئة ولا معصية. يعني البلاء يظل بالمؤمن حتى يطهره من كل الآثام والمعاصي والذنوب والسيئات. فاوعى مرة تكون بتمر بمحنة أو بشدة وتيأس أو تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. انت لو قريب من ربنا سبحانه وتعالى وربنا بيحبك وانت وقعت في ذنب او في معصية كبيرة، وربنا سبحانه وتعالى اراد ان يطهرك من هذه المعصية ومن اثمها ومن وزرها ومن عقابها وعذابها يوم القيامة، بيبتليك في الدنيا عشان يطهرك، عشان يصطفيك. يبقى اصطفاك وطهرك بشوية الابتلاء اللي انت مريت بيهم. لان الذهب يا جماعة ما بيبقاش ذهب الا لما بيمر بمرحلة انه يدخل في النار وينقى من الشوائب والعلائق اللي هي فيه عشان يطلع ذهب خالص ومعدن غالي. كذلك الإنسان المؤمن التقي النقي لما يدخل في بوتقة الامتحانات والاختبارات والابتلاءات، ده عشان بيبقى اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ويبقى رفع من الله سبحانه للدرجة والمنزلة لهذا الإنسان المؤمن. طيب إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم حتى يطهرهم من الذنوب والمعايب والمصائب الذين أو الذي ارتكبوها واقترفوها. يعني إذا قوم وقعوا في المعاصي ومثلا وقعوا في بعض السيئات، فربنا سبحانه وتعالى من حبه لهم بيبتليهم ويمتحنهم ويختبرهم ويزيدهم ابتلاء عشان يطهرهم من الذنوب والمعاصي. عشان كده لما ترجع للأنبياء مش هتلاقي نبي من الأنبياء إلا ومر بمرحلة شديدة جدا من الابتلاء، ومر بمرحلة شديدة جدا من الشدائد والصعوبات والعقبات اللي قابلته في طريق الدعوة. ده مش كره من ربنا ولا غضب من ربنا على الإنسان المؤمن التقي، لكن البلاء في حق العاصي، في حق الكافر، وفي حق المشرك بالله سبحانه وتعالى، ده بيبقى عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. طيب ده كمان ان اوعى تفكر ان لما يكون في انسان عاصي ومذنب وربنا بيديله من النعم وفاتح عليه ابواب النعم كلها، ده حب من ربنا؟ لا، ده بيبقى استدراج من الله سبحانه وتعالى، وبيبقى مكر من الله سبحانه وتعالى بهذا الانسان الفاسق الفاجر اللي هو بعيد عن ربنا، اللي بيحارب شرع ربنا علشان يظل على ما هو عليه من معاصي وذنوب وآثام وسيئات. فربنا لما يأخذه على هذه المعاصي فما يدركش التوبة وما يتوبش، فربنا يفتح له أبواب الخير وأبواب النعم وأبواب الدنيا كلها. لذلك ربنا بيقول سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا يغرنك كافر في نعمة ولا مؤمن في محنة. المحنة رافعة للمؤمن، والنعم التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للفساق والفجار إنما هي زيادة في آثامهم وفي عذابهم وفي نارهم يوم القيامة. وهذا اسمه استدراج من الله. فلما تمر بابتلاء من ربنا تحمد ربنا سبحانه وتعالى وتتقرب إلى الله أكتر وأكتر وأكتر عشان ربنا يحبك
أكتر ويرفع درجتك ومنزلتك في الجنة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.